Le régime parlementaire, le Premier ministre gouverne l'État. Le régime présidentiel, un parlement, mais la dernière décision du le président. Est-ce le parlement? Non aussi. النظام الرئاسي هو الذي يعطي معناتها سلحات كبيرة، فهمتني، لا حدودية للرئيس، فأنه يصبح هو الفاتق الناطق بين الظفرين، فهمتني، وهالسلحيات هذه يمكن أن إذا معناتها تتفشى أو إذا كان معناتها هو استحوذ عليها الرئيس، فهمتني، تنتشر بين العائلة نتاعو ونوصلوا إلى حالة الاستبداد والظلم اللي نعيشوه وعشناه في عهد بن علي وعهد بورقيبة. فما مجلس نواب انه فما الاحزاب الكل في البرلماني نحكي انه الاحزاب الكل ياخذوا منهم شوي ويعبروا على اصواتهم، بينما في الرئاسي فما حزب يعني حزب الواحد اللي هو يبخون لي ديسيزيون اي تو. باش نجموا نعرفوا الفرق بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي يلزم نعرفوا المهام نتاع كل نظام ولا خصوصيته. بالنسبة للنظام البرلماني هو النظام اللي سلطة البرلمان أي السلطة المنتخبة عن طريق مجلس النواب ولا البرلمان هي اللي تقوم بتسطير السياسات العامة للبلاد، تقوم بتعيين رئيس الحكومة وتقوم بالمصادقة ولا تزكية الوزراء اللي باش يقع انتخابهم ولا يقع تسميتهم من طرف هذا البرلمان، أي يكون تركيز كامل أو الكبير للسلطات بيد البرلمان، على عكس النظام الرئاسي كما كنا نحن تقريبا عايشينه في تونس اللي نزع حتى ولا نظام رئاسوي، هو أنه رئيس الجمهورية هو اللي يقوم بتسطير السياسات العامة للبلاد على المستوى الاقتصادي والسياسي والسياسة الخارجية إلى غير ذلك، وهو اللي يقوم بتعيين الحكومة سواء رئيس الحكومة إذا كان فما رئيس حكومة أو وزير أول وبقية الوزراء وكتاب الدولة. ففي النظام البرلماني البرلمان هو اللي يعين الحكومة ويضبط السياسات، وفي النظام الرئاسي الرئيس هو اللي يعين الحكومة والوزراء ويضبط سياسات الدولة، ويقتصر دور البرلمان على بعض المسائل الشكلية من ضمنها مثلا المصادقة على الميزانية أو مساءلة الوزراء ولكنهم ما يكونوش مسؤولين أمامه. أنا في رأيي النظام الأمثل هو النظام اللي يجمع بين النظامين، اللي يكون خليط أو مزج بين النظام الرئاسي وبين النظام البرلماني. البرلمان بحكم اللي هو باش يكون يمثل أغلبية الحزب أو القطب السياسي اللي تم انتخابه بطريقة مباشرة من طرف الشعب، مفروض اللي الحكومة تكون يقع المصادقة عليها وتكون هي إفراز الأغلبية هذيك السياسية اللي أفرزها البرلمان، ولكن في نفس الوقت رئيس الجمهورية يجب أن تكون عنده كذلك نوع من الكونتر بوفوار في اتجاه في مقابل مع البرلمان، وتكون عنده عديد الصلاحيات من ضمنها حل البرلمان، من ضمنها كذلك أنه هو إذا ما يقومش بالمصادقة على رئيس الحكومة كذلك هذه الحكومة معناها ما يمكنلهاش باش تواصل في أعمالها، عديد الأشياء على المستوى الفني اللي يكون فيها نوع من التوازن بين رئيس الجمهورية وسلطاته وبين البرلمان وسلطاته.